لما بيكون عصبي بيبقى وحش ومؤذي ليا بالكلام، وانا شايفة ان الحب حتى لو احنا عصبيين بس قدام اللي بنحبهم نكون اهدى. معاكي حق، انما في نفس الوقت مش معاكي حق. ازاي؟ معاكي حق ان هو وقت عصبيته ده مشكلته هو، ودي تصرفاته هو، اللي هو الكلام اللي بيختاره دي غلطته، فهو مطالب منه يتحمل توابعها، ومطالب منه ان هو يضبط نفسه. انما انت معكيش حق في حتة، انه دور شريك الحياة ان هو يسند شريك الحياة التاني اللي معاه. وبالتالي كونك ان انت شايفة ان جوزك ان هو يتعصب من الاساس، بغض النظر بقى هو على حق مش على حق، ايا كان ايه الموضوع، كون ان هو يتعصب معناه ان ده مش اسلوب كويس، وان هو وحش، وانه ده يعبر عن ان هو مش بيحبك. فهنا رد فعلك انت، كونك انت شايفاه بالنظرة دي، ان هو هيكون رد دفاعي، ورد ممكن يكون كمان هجومي. ان انت بتبتدي انت تشوفيه ان هو انسان مش كويس، ولوم مستمر على عصبيته اللي بطبيعة الحال مش هتقل، هتزيد. فتلاقي بدل ما الخناقة ممكن تخلص، لا يعني تكبر جدا، وتلاقيها ان هي يعني من أسوأ لأسوأ. كل ده بسبب ايه؟ بسبب انه ما قمتيش بدورك كشريك الحياة، اللي هو ان انت تكوني سند في وقت ضعفه، لان هو ده نقطة ضعفه اللي انت اصلا شايفاها. فبدل ما بتشوفيها ان دي نقطة ضعفه، ان انت تسنديه وتساعديه، لان طبيعي مفيش بني ادم بلا ضعف، انت كمان عندك ضعف، ودوره ان هو يسندك في وقت ضعفك. فبالتالي بدل ما هو وقت ضعفه، انه الحته انه وقت العصبيه هو مش بيعرف يضبط نفسه في الكلام، انه بدل ما تحكمي عليه جربي تشوفي ان هو تعبان. جربي تشوفي ان دي نقطه ضعفه، طب خلينا ناخد خطوه لورا، علشان هو مش هيعرف يضبط نفسه دلوقتي، عشان هو مش هيعرف يمسك نفسه في الكلام، هيقول كلام ممكن نزعل من بعض زياده فملوش لازمه. ازاي ممكن اوقف الحوار؟ ازاي ممكن اغير الموضوع؟ ازاي ممكن اقلبه بهزار؟ مش انت عارفه تضبطي نفسك؟ مش انت بتعرفي قدام اللي بتحبيه ان انت ما تكونيش عصبيه؟ فدي نقطه قوتك، استغليها، استخدميها انك تساعديه، مش تستخدميها انك انت تحكمي بيها عليه. فبلاش نشوف نقط ضعف شريك الحياه ونسلط عليها الضوء، ونحاول ان احنا ندينه بيها على اساس ان احنا كده على حق. ده اسلوب الخراب لاي بيت. اسلوب الخراب اللوم والحكم والانتقاد والسخريه، كل الكلام دوت هو اللي بيهد البيوت، الحاجات اللي زي كده. فبما ان دي نقطه قوتك، ساعديه واجلي الحوار وقت العصبيه، علشان ما يزدادش الغلط وما يزدادش الفراق ما بينكم. مش الهدف انه يطلع حد صح وحد غلط، الهدف ان العلاقه تستمر بشكل ناجح وبشكل مثمر. جاوبتك؟